السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أحداث جديدة في الحلقة التسعين من مسلسل كريستال. طبعا حاجة لن تتوقعها بعد موت باسل. كل التركة بقت لفي، وعالية بتعلن إفلاسها وبتطلب من دادو إن هو يكتب في الصحف إن هي أعلنت إفلاسها بعد ما أم إبراهيم اعترفت لها بالسر الخطير إنها بنت بشير، وإنها ما تمطش لجمال بأي صلة. وطبعا بتنهار عالية على الكذبة اللي طول عمرها عايشة فيها، وبتطلب من دادو ان يعلن افلاسها. وهو بيقول لها استني شوية، وهي بتقول له انا عارفة انك خايف عليا وانك بتحبني وبتحبي لي الخير، بس انا عارفة الصح ان احنا لازم نعلن الافلاس. نديم بيعرف بكل اللي حصل معاها، ولكن بيحاول يساعدها، ولكن فهي بتقف في الطريق. بعد ما جواد نسى كل اللي حصل ما بينهم وحب ان هو يرجع لها، راحت لنديم لما عرفت ان هو بيحب عالية وعايز يرجع لها. راحت له وقالت له انها بترتاح في الكلام معاه. فقال لها انت ازاي تيجي بيتي في الوقت المتأخر ده؟ قالت له انه حد غالي عندها. هو طبعا بيستنكر وبيقول لها انت انسانة حقيرة وانسانة حقودة، واللي انت بتعمليه ده مش هيوصلك لحاجة، وانا غلطان اني اتعاملت معاكي. انا هفسخ كل التعاملات اللي معاكي، وبيطردها بره البيت. بتكون عالية بلغت جواد ان في عند نديم، بيشوفها وبيقول لها انت فعلا عمرك ما هتتحسني. انا غضيت كل حاجة جوازك من غيري وكل اللي انت عملتيه ورجعتلك، وانت برضو زي ما انت. فبتقلع الخاتم اللي هو عطيهولها وبتقول له انا مش هينفع ارجع لك تاني، انا ما بقتش البنت الصغيرة اللي انت تعرفها. وبتسيبه وهو بيسافر امريكا. وعالية بتلم كل حاجتها من الفيلا وبتمشي، ولكن رفيف رايحة على المحكمة عشان تطلق من تامر. بتسمعها بيان. لما بتكون في الأوضة بتاعة في بتسمع إن في على علاقة بالبنت اللي كان يعرفها تامر، وإنها بتقول لها في التليفون أنا عملت لك كل اللي انت عايزاه وتامر بيجري ورايا. فبتفهم إن سبب المشكلة ما بين رفيف وتامر هي في بتجري على رفيف وبتقول لها خلي بالك اختك هي السبب في كل اللي حصل. رفيف بتقول لها انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لها زي ما انا بقول لك في هي اللي بتقول كل ده. بتقول لها اتفضلي اطلعي بره بيتي، اختي مش ممكن تعمل كل ده. قالت لها واجهيها بيا وشوفي مين الصح ومين اللي غلط. وبعدين بيشوفوا في شنط خارجه بره القصر، بيفتكروا ان في بتعزل، فبيقولوا هي في بتعزل من غير ما تقول لنا. فردت ندى قالت وهي من امتى بتقول لنا على اي حاجه؟ ولكن بيتفاجئوا ان عالية هي اللي خارجة بره القصر. وبعد كده بيروحوا الفي بيقولوا لها انتي فعلا اللي دبرتي المشكلة اللي حصلت ما بين رفيف وتامر. فبتسكت. فرفيف بتقول لها قولي انطقي، قولي ان انتي مش ممكن تعملي كده في اختك ولا انك تدمري لها حياتها. فبتسكت قدام باين، فبيعرفوا ان هي فعلا اللي عملت كده. فبتنصدم وبيبعدوا كلهم عنها وبيقولوا لها انتي خلاص، انتي دمرتي كل اللي حواليكي، حتى الناس اللي كنا بنشتغل عنهم دمرتيهم. ابعدي عننا وابعدي عن حياتنا. وطلال بياخد ندى وبيقول لها يلا نطلع بره القصر، ملناش علاقة بيه علشان تحافظي على اللي في بطنك. وكلهم بيسيبوها وبتقعد في القصر لوحدها. بعد كده بتيجي واحدة جاية تشتغل في القصر، فبتقول لها انت مين ونفسك تشتغل ايه؟ بتقول لها انا اللي جاية اشتغل هنا في القصر ونفسي ابقى زيك. فبتنصدم فهي برد فعلها وبتفتكر ان هي اول مرة دخلت القصر قالت نفس الكلام لعالية، وكأن الزمن بيعيد نفسه وهيتعمل فيها زي ما اتعملت في عالية. دي النهاية الحزينة للمسلسل. أتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو.